بداية، منيح اللي سألت هذا السؤال. حجاوب جواب، مش جواب، بدي اشرح شيء من خلاله وانت حتستنتج الجواب لوحدك. هذا مش بس لك، لكل العالم، لأي شخص بده يشتري عقار. فيديو كتير مهم، ركزوا فيه، حفظوا عندكم وابعتوا له قد ما فيكم، اعملوا شير لينتشر قد ما فيكم. بداية، في كتير مواضيع لازم تتعالج قبل يتم عملية البيع والشراء، وفي بعض القصص لازم ينسأل فيها خبراء وعندهم معرفة بهالقصص. هاي أول نقطة. كرمال الشخص بس بده يوصل لمرحلة التسجيل ما يتفاجأ بشيء ممكن يطلع له مثل ما صار معك هلأ. جيكم بالحديث، ركزوا مزبوط معي. بداية، كان المفروض من قبل ما تشتري تطلب براءة ذمة أملاك مبنية وتشوف، وكان لازم تتأكد إذا كان على هيدا العقار نازل شيء إشارة أو عليه ضرائب معينة. مش ضريبة ضروري تكون ضريبة أملاك مبنية، ممكن تكون ضريبة من نوع آخر. عرفت علي كيف؟ حسب الوضع. هلا أنت كمان، ما بعرف إذا نزلت شفت قديش الضريبة، قد إيه هي قيمة الضريبة. هلا اذا كمان ضريبه قديمه على القديم او بتضلها محموله نوعا ما. عرفت علي؟ لانه على 1500 غير جديد. جديده هلا، الله يبعدها عنكم. هلا مع حسب ما عم تقول ما في حل الا انت تسددهم. عرفت علي كيف؟ يعني غلطة الشاطر بألف مش مشكلة، الواحد بيتعلم من غلطه على كل الأحوال. ودائما، أي بدكم تعملوا تقدموا على هيك خطوة، دائما استشيروا حدا أهل الاختصاص. عرفتوا علي كيف؟ كمان هلا أنت هيدي الضريبة شو هي؟ عرفتها شو هي الضريبة؟ شُفت قد إيه قيمتها؟ يا هل ترى هي هيدي نازلة إشارة على الصحيفة العقارية؟ لأنه بصير في رفع إشارة هون كمان، إنه يعني أنت كيف بين معك بس أنت رحت تطلعوا قيمة تأجيرية للعقار، بينت إنه عليكم رسوم معينة، بين عليها رسوم معينة لازم تندفع، أو نازلة على الصحيفة العقارية إشارة. أوكي، انتبه لهالنقطة كمان. على كل الأحوال أنا حنزل فيديو تفصيلي عن هيدي النقطة، نقطة كتير مهمة. أوكي.